عاجل. الجيش الجزائري يخترق الحدود الليبية لصد قوات حفتر قرب هدامس. قامت عناصر من الجيش الجزائري بالتوغل داخل التراب الليبي وبالضبط قرب منطقة هدامس الحدودية. وحسب ما أورده الصحفي الجزائري وليد كبير، فإن تحركات النظام العسكري تهدف منع تقدم القوات المسلحة الليبية نحو الحدود الدولية غير المرسمة بين البلدين، والتي تبلغ مساحتها أزيد من 1000 كيلومتر. وحسب ذات الصحفي، فقد توفرت تغطية جوية مرافقة لعناصر الجيش الجزائري، وذلك على مسافة تقارب 50 إلى 70 كيلومترا. يذكر أن قوات ليبية بقيادة خليفة حفتر كانت قد تقدمت قبل أيام صوب الحدود الجزائرية، وذلك بهدف السيطرة على مدينة هدامس التي تتوفر على مطار دولي وطريق بري تجاه الجزائر.